تحركات عسكرية مصرية في سيناء تقلق إسرائيل. نتنياهو يلجأ لترامب وسط اتهامات إسرائيلية للقاهرة بخرق اتفاقية السلام. هل تفتح سيناء جبهة توتر جديدة ما بين القاهرة وتل أبيب؟ في تصعيد غير معلن، تقارير تكشف أن تل أبيب طلبت من إدارة ترامب التدخل للضغط على القاهرة بسبب حشود عسكرية مصرية في سيناء وصفتها إسرائيل بأنها خرق لاتفاقية السلام. أمر يطرح تساؤلات عن مغزى هذه التحركات. هل هي استعدادات دفاعية تحسبا لتدهور الأوضاع في غزة وإفشال أي مخطط للتهجير؟ ولماذا تلجأ تل أبيب لواشنطن؟ وهل ما يجري يكشف عن أزمة ثقة أعمق بين مصر وإسرائيل؟ موقع أكسيوس نقل عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين قولهم إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طلب من إدارة ترامب الضغط على مصر لتقليص حشدها العسكري الأخير في سيناء. وفقا لمسؤولين إسرائيليين، أنشأت مصر بنى تحتية عسكرية لأغراض هجومية، منها توسيع مدارج الطائرات وبناء منشآت تحت الأرض قد تستخدم لتخزين صواريخ، رغم عدم وجود أدلة على استخدام تلك المنشآت فعليا. فإن إسرائيل عبرت عن قلقها الشديد وطلبت وساطة أمريكية بعد فشل المحادثات المباشرة مع القاهرة. من جانب آخر، نفى مصدر مصري الادعاءات الإسرائيلية، مؤكدا أن واشنطن لم تثر الموضوع رسميا مع